إجابة عن السؤال. شكرا سيد الرئيس. نأسف جميعا، وأظن أن الجميع يتأسف عما حدث في جامعة وجدة. الإشكالية المطروحة هو الولوج للماستر. كلية الحقوق خداو تقريبا 900 واحد اللي خداو الإجازة، فيها 7 الماسترات. المعدل تقريبا في كل ماستر 40 طالب، هي عندنا 240 بلاصة، علما أن الماستر الولوج ديالو مفتوح وطنيا. ما يمكنش كل شيء يدخل الماستر. الأساتذة هما اللي تيفتحوا لي ماستر، هما اللي كيدوزوا الامتحان. علقوا النتائج. دوك الناس اللي رسبوا باغيين يدخلوا الماستر بالسيف. ما يمكنش الاساتذه يخليو الناس رسبوا يدخلوا للماستر. داروا اعتصام اليوم الاول الثاني الثالث، حرموا الطلبه اللي في السنه الثانيه ديال الماستر يدخلوا، ما خلاو حتى واحد يقرا. السلطه رسلات عدد قليل من رجال الامن، قالوا باش يشوفوا يفكوا هذا الاعتصام بالتي هي احسن. يلا دخلوا هادوك مجموعه معينه كانت حاطه الحجر وجايبين معاهم البصله باش يديروا لي بومب لاكريموجين مسيلات الدموع. هبطوا على ذاك رجال الامن اللي قلال، تكرفسوا عليهم. 2 مصابين اصابات خطيره، 2 السيارات ديال الامن تكسروا. ما تلينا عرفنا شكون هجم على الاخر. حنا مع دوله الحق والقانون، خاص القانون يطبق. الامتحان اللي نجح يدخل، اللي ما نجحش ما نجحش، والا غتولي الفوضى في هذه البلاد. ولا اظن ان شي واحد باغي تنوض الفوضى. ثقه في الاساتذه اللي دوزوا. بعضين رسلوا لنا، قال لك شكوك، رسلنا المفتشيه عاود باش دير لنا تقرير. الامور دازت مزيان. واش غادي نعملوا للناس؟ بالسيف يدخلوا الماستر؟ ما يمكنش. القانون هو هذا القانون لقيناه تنطبقوه، هو مزيان. شكرا. عندكم ناس لا ينتمون الى الجامعه، مطرودين من الجامعه، هما اللي تيحرضوا، هما اللي دايروا لنا السيتينغ. واش السلطه ما تدخلش؟ ناس جايين من برا الجامعه عباد الله وكيحرموا ولاد الشعب يقراو. حنا الان كنضربوا وسعنا المنح، 270 الف طالب اللي عنده منحه. الان الاحياء الجامعيه تنوسعوها، الان كاين التغطيه الصحيه، هادو ولادنا كلهم. ولكن واخا يكون ولد اي واحد ما يبغيش ولده يخرج على القانون. حنا مع القانون، نعم، مع الشفافيه. وإلا كان مشكل ديروا لجنه تقصي الحقائق. ما عندناش مشكل في اطار استقلاليه الجامعه، لان الوزير ما يمكنش يتدخل في الجانب البيداغوجي. الجانب البيداغوجي القانون اللي ديال البلاد مخول الاساتذه. شكرا. الا كان شي حاجه قولوها لنا. شكرا سيد الوزير.